بيبدأ الفيلم بتاعنا مع عائلة أوكرانية مكونة من أب وأم وطفل اسمه أليكس، وهم في المطار عشان بياخدوا التأشيرة اللي هيسافروا بيها كندا ويبدأوا حياة جديدة مستقرة. لكن للأسف أبوه بيبقى مدمن كحول وقمار ومش بيشتغل، وحالتهم بتبقى أسوأ وأسوأ لحد ما واحدة صاحبة أمه وفرت لأمه شغل في بنك وادوها بيت تسكن فيه هي وعيلتها. طبعا بسبب إن الأب مدمن ومش مهتم بأي حاجة، الأم بتشتغل وما عندهاش أي وقت تهتم بالطفل، فطول الوقت بتسيبه يقعد يلعب على الكمبيوتر وما كانش عنده أي علاقات اجتماعية ولا أصحاب ولا أي حاجة. لدرجة إن أليكس اعتبر إن صاحبه الوحيد هو الكمبيوتر والإنترنت، لأنهم بيساعدوه يوصل لأي معلومة هو عايزها، وفي عمره الصغير ده اتعلم بعض لغات البرمجة. ولأنه حابب المجال ده وحابب إنه يتعلم عنه أكتر، كان مطلوب منه إن هو يدخل الجامعة، وبيحكي لنا وبيقول لنا إن هو كان نفسه يبقى حاجة زي ستيف جوبز أو بيل جيتس، لكن بسبب حالة عيلته المادية كان محتاج إن هو يصرف على نفسه ويجمع فلوس عشان يدفع مصاريف الكلية اللي هو عايز يدخلها. فبدأ يدور على الإنترنت لحد ما وصل للمواقع اللي بتخليك تضغط 1000 ضغطة وتديني قدامها مقابل مادي، ودي كانت بالنسبة له أسهل وأسرع طريقة يكسب منها فلوس عشان يوفر مصاريف الكلية بتاعته. وكان بيخبي الفلوس جوه الجهاز عشان أبوه ما يعرفش عنها حاجة، لأنه ممكن ياخدها منه ويروح يسكر بيها. وفي فترة أليكس كان عايز يتعلم أكتر، وشد انتباهه إن هو يتعلم عن البنوك ونظام المال العالمي والمشاكل اللي بتحصل والأزمة الاقتصادية وضعف أنظمة الحماية في البنوك. بنعرف كمان ان هو اول ما ابوه وامه بيبداوا خناقهم بياخد بعضه وبيخرج من البيت ويروح يقعد على كافيه، وهناك بيسمع عن مجموعه هاكر بيهجموا على كذا بنك حوالين العالم. نعرف كمان ان مقرهم الاساسي في الدارك ويب، يعني محدش هيقدر يوصل لهم ولا يقبض عليهم مهما حصل. وكل اللي يعرفوه عن العصابه دي هي انها تحت قياده هاكر اسمه زد. لما بيرجع أليكس البيت بيشوف امه وهي بتبكي، ولما بيسألها في ايه بتوري له الورقه اللي جات له من البنك واللي بيكون فيها انهم رفضوها. معنى كده انهم محتاجين يمشوا من البيت اللي هم فيه ده، لان البيت ده بتاع البنك، وعشان هي مش شغاله دلوقتي مش هتقدر تسدد فلوس الايجار، عشان كده بعتوا لها تحذير انها لازم تخرج من البيت. ساعتها أليكس ما بيكونش قدامه حل غير ان هو يطلع لاوضته ويطلع كل الفلوس اللي هو حوشها واللي كان هيدفعها مصاريف للكليه ويديها لامه. ولما بتساله من فين جبت الفلوس دي، رد عليها وقال لها ما تخافيش، انا جبت الفلوس دي بطريقه شرعيه وسليمه. بعد كده بيرجع اوضته بيفضل يفكر في طريقه عشان يوصل بيها المبلغ يقدر يدفعه للكليه، ده غير ان هو بدا يكره البنوك بسبب انهم طردوا امه من الشغل. بعدها بنشوفه وهو بيدخل على النت عشان يدور على اي طريقه لكسب الفلوس بطريقه سريعه، لكن مش بيلاقي اي حاجه مفيده، لحد ما بيفتكر لما كان في الكافيه وسمع الاخبار بتتكلم عن مكان اسمه الدارك ويب، لكن بسبب ان هو مستخدم جديد ما بيكونش عنده اي صلاحيات انه يعمل اي حاجه على الدارك ويب. ولما بيدخل يكلم الادمن ازاي ممكن يكون ليه صلاحيات في الدارك ويب، بيرد عليه وبيقول له ان هو لازم يتبعت له دعوه اسمها جندي. ولما بيساله ازاي ممكن يوصل لدعوه، فبيرد عليه الادمن وبيقول له ان هو لازم حد من جوه الدارك ويب هو اللي يبعتها له او يبعت له سابقه الاعمال بتاعته، وهنا معناه ان هو يعمل عمل غير قانوني عشان يثبت لهم ان هو عايز يدخل على الدارك ويب. ساعتها اول ضحيه بتيجي في دماغه هو زميله اللي معاه في المدرسه، وبيتنمر على اي حد، فبيقرر ان هو ده ضحيته. وبالفعل بنشوفه هو بينفذ الخطه بتاعته وبيعمل صفحه وهميه بتبيع مكملات غذائيه، واول ما زميله اللي في المدرسه بيستخدم بطاقه ابوه البنكيه بيسرقها وبيدي البيانات بتاعتها للادمن عشان يبعت له دعوه. لكن اللي ما يعرفوش ان في حد بعت له اسمه روزفلد اتواصل معاه وساله ان كان عايز ينضم ليهم في الدارك ويب، وبيطلب منه في الاول ان هو يعرف القواعد، واول قاعده واهم قاعده انه لو اتمسك محدش يعرفه ولا حد هيساعده، يعني اي مشكله هيقع فيها هو المسؤول عن نفسه. وبالفعل الشخص ده بيبعت دعوه لأليكس عشان يرقيه رتبه جندي في الدارك ويب، وبعد كده بيشوف ان روزفلت بيبعت لأليكس شويه حاجات زي شويه لابتوبات على مجوهرات بسيطه تليفونات، لانه محتاج فلوس اكتر يخش بقى على المواقع ويشوف الثغرات اللي فيها ويسرق كل بطاقات الائتمان اللي محفوظه عليها. فضل مستمر في الحاله دي فتره لحد ما جمع 20,000 دولار في شهر واحد، بعد ما كان مجمعهم في الاول على مدار 4 سنين كامله. وبعد كده بيجي اليوم اللي بيسافر فيه أليكس من المدينه اللي هو قاعد فيها لمدينه تانية عشان الكليه بتاعته. طبعا لان الكليه هتطلب مصاريف فبيضطر ان هو يكمل شغل على الدارك ويب لحد ما بيقرر ان هو يضرب هويه مزيفه. ومش بس كده، ده بيشتري منتجات ببطاقات الفيزا اللي هو بيسرقها، والمنتجات دي بياخدها عشان يروح يبيعها في المحلات اللي حواليه، لكن مفيش ولا محل بيرضى يشتريها منه لانهم متاكدين ان هو سارقها. في نفس الوقت ده بنشوف واحد بيراقب أليكس وبيكون اسمه ساي، وبيعرض عليه ان هو ياخد منه الساعات اللي مش عارف يبيعها دي وياخد منه نسبه 30% من المبلغ الاجمالي. ما بيكونش قدام أليكس حاجه يخسرها غير ان هو يوافق، وبالفعل بياخد الساعات منه وبيخش نفس المحل اللي هو دخله عشان يبيعها له ومرضيش. لكن لما سايب يخش له بيبيع الساعات كلها من غير ما يواجه اي مشكله. طبعا أليكس بيستغرب لان نفس الشخص ده هو اللي لما دخله مرضيش يشتريها منه، ده بالعكس مش كده وبس، ده باع له الساعات بمبلغ 24,000 دولار. ولما أليكس بيحاول يساله هو ازاي عمل كده، بيرد عليه ساي وبيقول له ان هو مش هيقول له على اي حاجه الا لما يعرفه هو جاب الحاجات دي ازاي.
فبيوافق أليكس وبيتفقوا هما الاتنين يشتغلوا مع بعض، واحد يجيب المنتجات والحاجات اللي عايزة تتباع والتاني مسؤول إن هو يبيع الحاجات دي. وبالفعل بيشوفوا هما بينفذوا كام عملية مع بعضهم، وبيكون باين على ساي إن هو محترف في المبيعات. وأخد دور مدير مبيعات لأليكس لحد ما بيكسب $60,000 في الشهر الواحد. وفي يوم وهو في كافيه بيسمع في الأخبار إن زد مستمر في هجماته على البنوك. المهم بعد كده بيشوف أليكس وهو رايح أول يوم للكلية بتاعته، بيكتشف إن المكان ده مش بتاعه، فبيقرر ان هو ما يحضرش تاني وبيدي الكتب بتاعته لحد تاني. بعد كده أليكس بيقول لساي ان هو محتاج يوصل لحسابات عملاء كبار في البنوك. ساعتها ساي بيقرر ان هو يكلم اي حد يعرفه انه يصور اي فيزا تجيله، ومن ضمن الناس اللي كلمهم ناس شغاله في صاله حلاقه وكافيهات ومراكز مساج. وفي يوم بيتواصل ساي مع صاحبه وبيديهم فيزا بتاعت زبون جالهم المكان وكان سكران ونسيها، وبتعرفوا ان مفيش حد عنده نيه ان هو يرجع له الفيزا دي. واول ما أليكس بياخد الفيزا دي منه بيعرف من شكلها ان هي ملهاش حد في سحب الفلوس، ودي ممكن تعمل لهم مشاكل كبيره. بس في تاني يوم ساي بيعرض عليه ان هم يستخدموها مره واحده بس في البنك. ساعتها بيقتنع أليكس بكلامه وبيقول له ان هم مش هيستخدموها غير مره واحده بس، فبيوعدوا ساي ان هم مش هيستخدموها تاني. وبالفعل في نفس اليوم بالليل بيروحوا قدام بنك، وبيكون أليكس هو اللي هيدخل البنك عشان يصرف الفلوس. لكن قبل ما بيدخل بيحاول يشتري اغنيه من على النت ب 99 سنت، وده لان لو صاحب الفيزا دي كلم البنك عشان يلغيها مش هيقدروا يشتروا الاغنيه دي. كان العمليه بتنجح وبيعرفوا ان صاحب الفيزا ما بلغش عنها. بيدخل أليكس على اساس ان الفيزا دي بتاعته، وبالفعل بينجح ان هو يسحب جزء من الفلوس وبيركب العربيه وبيمشوا من المكان من غير ما حد يكتشفهم. طبعا هما الاتنين بيكونوا فرحانين ان محدش كشفهم. وفي تاني يوم بنشوف أليكس وهو بيقرا مقالات نزلت على الدارك ويب بتتكلم فيها عن البنوك اللي النظام الامني بتاعها ضعيف، ومن ضمن البنوك دي البنك اللي طرد امه. ساعتها أليكس بيكلم ساي بيقول انهم عايزين يعملوا عمليه جديده في بنك، ولما بيسالوا المكسب بتاعه يكون قد ايه فبيرد عليه وبيقول له ان العمليه دي هتتعمل عشان هو عايز ينتقم بشكل شخصي من البنك ده. فبيوافق ساي من غير تردد عشان خاطر صاحبه. وبالفعل في تاني يوم بنشوفهم وهم واخدين بعضهم ورايحين للبنك. بيعمل أليكس ان هو عميل جديد عايز يفتح حساب في البنك، وبيقدر أليكس ان هو يحط فلاشه في جهاز الموظفه فيه فيروس، لانه اول ما بيحط الفلاشه دي بيبدا الجهاز بتاع الموظفه دي يخرف ومش بيشتغل. وبعد كده بيستأذن من الموظفه وبيقول لها ان هو هيرجع تاني بعد ما يحل المشكله دي، وبيخرج من البنك. لكن فجأة بنشوف رجالة الأمن وهم بيندهوا عليه وبيطلبوا منه إن هو يرجع معاهم. في نفس اللحظة دي ساي بيشوفهم هم واخدينه فبيروح وراه، وبيقعدوا في الأوضة مستنيين لحد ما بيجي لهم واحد وبيطلب من ساي إن هو يطلع بره الأوضة. والشخص اللي قاعد مع أليكس ده هو مدير الأمن السيبراني، وبيسأله هو من فين جاب الفلاشة دي. فما بيرضاش أليكس يرد عليه في الأول، بيقول له ان هو مش بيتكلم الا في وجود محامي. فبيرد عليه الراجل ده وبيقول له ان هو مش شرطي وانه ممكن يتكلم عادي. لكن لما أليكس بيصر ان هو ما يتكلمش ولا يفتح بقه بيهدده وبيقول له ان هو يتصل بالشرطه يجوا عشان ياخدوه. ساعتها هنا أليكس بيخاف وبيتكلم مع الشخص ده وبيقول له ان هو ممكن يساعدهم يأمنوا البنك ده من غير اي مقابل مادي، لكن بشرط واحد ان هو يعتبر اللي حصل ده ما حصلش. فبيوافق وعايزك تبقى فاكر الشخصية دي كويس لأننا هنعرف حاجة مهمة عنها قدام. في نفس اليوم ده بالليل بيتفاجئ أليكس بإن في عدد كبير من الناس على الدارك ويب عايزين يتواصلوا معاه، وده بسبب إن هم سمعوا باللي هو عمله في البنك. ده غير كمان إن زد بذات نفسه أعجب باللي هو عمله. في تاني يوم الصبح ساي بيتواصل مع واحدة على الدارك ويب وبيظبط معاه ميعاد عشان تخرج مع أليكس، وده بسبب إن هو عارف إن صاحبه ما عندوش أي علاقات اجتماعية بره الكمبيوتر. وبالفعل أليكس بيخرج معاه وبيكون اسمها كيرا، بتسأله على اسمه وعلى مكان ولادته وعلى تاريخ ميلاده، وهو بيرد عليها بمنتهى السهولة. فبتقول له أنت غبي بما فيه الكفاية. فبيستغرب وبيسألها ليه، فبتقول له بسبب ان انا عرفت اسمك وعرفت تاريخ ميلادك وعرفت المكان اللي انت اتولدت فيه وممكن ادمر لك حياتك من خلال المعلومات دي. كان هو مش بيهتم بكلامها جامد، وبيجيله في نفس اللحظه دي اتصال من صاحبه ساي وبيقول له يسألها على طول تحب تشتغل معانا. فبيستغرب أليكس وبيقول له دي اول مره نقابلها ازاي. فبيصر عليه ساي وبيقول له اسألها بس. وبالفعل بعد ما بيقفل معاه بيسألها، فبتستغرب جدا وبتقوله ده نفس السؤال اللي انا كنت لسه هسأله لك. وبيوافقوا كلهم انهم يشتغلوا مع بعضهم، وبالفعل مش بيضيعوا وقت. وفي تاني يوم بيبداوا على طول في تنفيذ خطتهم عشان يكسبوا فلوس اكتر. واول خطوه بيعملوها انهم يشتروا طابعه للكريدت كارد عشان تطور من شغلهم وتسرعوا. وبعد كده بتعرف أليكس على متصفح ممكن يستخدمه ومحدش يقدر يتعقب مكانه. ومن بعد ما كيرا انضمت لهم غيرت مستوى الفريق 180 درجه، لدرجة إن الشغل بتاعهم بقى أوسع وأقوى ومحدش بيعرف يتعقبهم، وبيعملوا العمليات بنفسهم وبيبان عليها إن هي محترفة في بيع كل حاجة، لدرجة إن ساي ذات نفسه بيشك فيها وبيستغرب هي إزاي بتوصل للناس دي بسرعة. وده لأن ساي بيعتبر إن أي بيعة لازم تعتمد على الثقة، ومش معقولة كل الناس دي بتثق فيها مرة واحدة. وبيستغرب هي لو بتعرف تعمل ده كله لوحدها هي محتاجاهم في إيه هما الاتنين. وفي يوم كيرا بتعرض على أليكس إنهم يسافروا هونج كونج في الصين لأن الشغل هناك هيكون أحسن وأقوى، وبتلمح لأليكس إنهم مش لازم ياخدوا ساي معاهم. كان هو بيرد عليها بيقول لها إن هو مش بيعرف يتحرك في أي مكان بدون سواقية. وفي تاني يوم أليكس بيروح يقابل روزفلت اللي بعت له الدعوة في الدارك ويب، وأول ما بيشوفه بيديله $5000 شكر ليه على اللي هو عمله معاه في الدارك ويب. وبعد كده بيسأله لو كان يعرف واحدة اسمها كيرا،
بيعرفوا ان هي واخده منصب عالي في الدارك ويب، فبيرد عليه وبيقول له ان هو ما سمعش عنها قبل كده، ومعنى كده ان هي مش شخصيه مهمه او ما عندهاش المهارات الكافيه، وبيستأذن عشان يمشي. لكن قبل ما بيمشي أليكس بيسأله ازاي قابل زد، فبيرجع له عينه بتطق شرار وبيقول له بطل تقول حاجات غبيه، وبعد كده بيمشي وبيسيبه. وبعد كده بنشوف ساي وأليكس وكيرا وهم رايحين يخلصوا صفقه كبيره، لكن بيكون باين على ساي ان هو قلقان من كيرا ومش عارف هي ازاي بتوصل للمشتريين دول. ولما بيوصل المكان بيفضل ساي يتكلم مع أليكس ان هو قلقان من كيرا وانها هتوديهم في 60 داهيه. وبعد كده بيروح يتخانق مع كيرا، وساعتها رجاله العصابه اول ما بيشوفوهم كده بيلغوا الصفقه معاهم وبيهددوهم انهم لو شافوهم في اي مكان تاني يخلصوا عليهم. وبعد ما بيروحوا البيت بيعرفوا ان العصابه اللي كانت هتشتري منهم اخر صفقه من المافيا بيخافوا على نفسهم وبيقرروا انهم يمشوا من هنا. ساعتها ساي بيحس ان كيرا هي السبب في كل اللي بيحصل حواليهم، واول ما بيوصلوا هناك بيكملوا شغلهم عادي. وفي مره هما بينفذوا عمليه بينسوا انهم يتاكدوا ان الفيزا اللي هيستخدموها دي اتبلغ عنها قبل كده، وده اللي بيخلي صاحب المحل يعرف انهم سارقين الفيزا دي وبيطردوهم. لكن أليكس وكيرا وساي بيهربوا من المكان بسرعه ومحدش بيلحقهم، وعشان ينسوا الغلطه اللي هما وقعوا فيها بيروحوا يسهروا في مالها ليلي. وهناك ساي بيتخانق، وده اللي بيخلي صاحب المكان يطلب لهم الشرطه، وبيتحبسوا لحد ما بتيجي كيرا وبتخرجهم من السجن. ولما بيطلعوا بيسالوها هي ازاي عرفت تخرجهم، فبترد عليهم وبتقول لهم ان عمها هو اللي ساعدها، وبالمناسبه هي قالت لهم ان عمها هو برضه اللي بيساعدها عشان توصل للمشتريين دول كلهم. وفي تاني يوم بعد ما بيصحوا من النوم مش بيلاقوا ساي، لكن بعد شويه وقت بيلاقوه داخل عليهم وهو معاه شنطه مليانه فلوس. ولما بيسالوا أليكس هو جابها من فين، بيقولوا ان هو سحب الفلوس من الفيزا دي وراح يشتري بيها شويه حاجات، وبعد كده باعهم وادي الفلوس بتاعتهم. ساعتها أليكس بيتعصب عليه لان دي الفيزا اللي هم اخدوها من صاحبته واللي وعدوا ان هو مش هيستخدمها غير مره واحده بس. ساعتها أليكس بيقول ان هو لازم يرجع لندن تاني، وانه مش هينفع يشتغل معاهم تاني لانه ما بيجيب لهمش غير المشاكل، وبيقول ان هو ياخد حصته ويمشي. بعد كده بتقول لأليكس ان هو لو عايز يلفت انتباه زد لازم يعمل حاجه كبيره، وبيعينوا الناس تروح المكانات الاي تي ام ويستخدموا البطاقات المضروبه ويسحبوا فلوس، وبعد ما يخلصوا كل عمليه يسيبوا كارت مكتوب عليه دارك ويب عشان يتعرفوا هم تبع مين. وبالفعل خطتهم بتنجح وبتبدا الاخبار تذيع السطو اللي حصل على ماكينات الاي تي ام. وفي نفس الوقت ده بيكون أليكس وكيرا قاعدين هما الاثنين بيحتفلوا بانتصاراتهم، لكن فجاه كيرا بتقرر انها توقف كل ده وتمشي. بس أليكس بيحاول يتفاهم معاه ويسالها هي ليه عايزه تسيب كل ده وتمشي، فبترد عليه وبتقوله ان هي كانت مخططه لحياتها بشكل مختلف عن اللي هما فيه دلوقتي. ولما بتتقرب منه في نفس اللحظه دي زد بيعرف ان أليكس هو اللي ورا السرقه الاخيره، بيهنيه على اللي هو عمله وبيرحب بيه كمان. ولما أليكس بيكلمه بيقول له ان هو محتاج يقابله بشكل شخصي لانه عايز يقول له حاجه، فبيرد عليه زد وبيقول ان هو مش بيقابل حد، واللي عايز يقوله له ممكن يقول له في الشات. لكن أليكس بيصر عليه ان هما لازم يتقابلوا، فبيوافق زد ان هو يقابله وبيتفقوا في مكان معين وميعاد معين هيتقابلوا فيه. وبالفعل في تاني يوم لما بيروح عشان يقابله بيتصدم من شكل زد اللي بيكون قاعد على كرسي متحرك وماشي بأنبوبة أكسجين على طول. المهم لما أليكس بيبدأ يتعامل معاه بيقول له على الخطة بتاعته اللي هو عايز يعملها، وبيقول له كمان ان هو مجرد ما يشتغل معاه بقى من أملاكه، ولو نجحت الخطة بتاعته أي حاجة هيتمناها تبقى بتاعته. وأول ما بتخلص المقابلة وبيطلع بيجيله اتصال من ساي بيعتذر له عن اللي هو عمله وبيطلب منه فرصة تانية عشان يشتغلوا مع بعض، وبيقول له ان هو مستنيه في الفندق. وأول ما بيقفل التليفون بيسمع الباب بيخبط، ولما بيروح يفتح بيشوف اتنين شكلهم مريب دخلوا عليه الأوضة، وفي واحد منهم بيطلع مسدس. لكن المشهد بيقفل على كده ومش بنعرف ايه اللي حصل في ساي. ولما بيوصل أليكس وكيرا للأوضة بتاعتهم وبيدخلوا عشان يدوروا على ساي، أليكس بيكتشف ان هو مقتول ومرمي في البانيو، وبيكون عايز يتصل بالإسعاف عشان يجوا يلحقوه. لكن كيرا بتمنعه وبتقول انهم مش هيساعدوه، بالعكس ده كده هم هيخشوا في مشاكل كبيرة، والشخص اللي بيكون مسؤول عن موت ساي هو صاحب الكريدت كارد اللي أليكس حذره وقال له ما تسحبش منها تاني. وبعدها بيسافروا وما بيكونش قدامهم حل غير ان هم يكملوا الخطة مع زد، وده لانهم لو حاولوا يهربوا زد هيعرف يوصل لهم مهما بعدوا. وبالفعل زد بيوفر لهم المكان اللي هيعملوا من الخطة بتاعتهم. لكن قبل ما المهمة بتاعتهم تبدأ كيرا بتقرر ان هي ما تكملش الخطة دي. كان أليكس بيقوم وراه بيحاول يترجاه ان هو مش هيعمل حاجة من غيرها وانه محتاج مساعدتها ودعمها. ساعتها هي بتوافق وبتكون خطتهم كالآتي: انهم يخلصوا من رئيس الاحتياطي الفيدرالي وده اللي هيتسبب في انهيار قوي في سوق الاسهم. وفي نفس اللحظه بيبدا أليكس والفريق اللي معاه انهم ينشروا اخبار مزيفه ان رئيس الاحتياطي الفيدرالي اتقتل. طبعا انا بقول لك اخبار مزيفه ده لان الشخص اللي احنا شفناه وهو بيتضرب بالنار ده شخص مزيف. دي كانت عباره عن مسرحيه عشان يوقعوا سوق الاسهم. وبالفعل خطتهم بتنجح وبنشوف كل اسهم الشركات بتنزل بسرعه رهيبه. وفي نفس الوقت ده الشرطه بتعرف ان رئيس الاحتياطي الفيدرالي لسه عايش وما ماتش، وان كل اللي حصل ده كان عباره عن مسرحيه عشان يوقعوا سوق الاسهم. لكن للاسف عرفوا الكلام ده متاخر بعد ما كل حاجه خلصت. وبعد كده بنشوف أليكس قبل ما يهرب من المكان اللي هم فيه بينشر صوره تاجر المخدرات اللي قتل ساي على اساس ان هو اللي مول العمليه دي كلها. وبعد كده بيهربوا من المكان بسرعه، لكن فجاه بتظهر عصابه مقنعه وبيمسكوا كيرا وأليكس. وبنشوف أليكس وهو مربوط وقدامه اتنين ما نعرفهمش، وبيجيله تليفون ان هم يخلصوا المهمه. ونشوف واحد منهم وهو بيحقن أليكس ببنته غريبه، ولما بيفوق مش بيقدر يوصل لزد ولا كيرا. لكن فورا بياخد بعضه وبيروح لتايلاند لانه متفق مع كيرا ان لو حصل اي حاجه في المهمه هيتقابلوا في المكان ده. كانوا مش بيلاقيها لكن مستنيه على امل انها ما ماتتش.
بيفضل عايش بسبب الفلوس القليلة اللي كانت معاه، وبعد كده بيروح لأقرب مكان يقدر يستخدم فيه نت وبيستخدم الكريدت كارد بتاعته. لكن صاحبة المكان لما بتيجي تستخدم الكريدت دي بتكتشف إنها كريدت مزورة، ده اللي بيخليها تطلب الشرطة على طول. في نفس الوقت ده وهو على النت بيعرف إن الشرطة قدرت تقبض على زد، وإن كيرا المساعدة بتاعته ماتت وهي بتهرب من الشرطة. برضه بيعرف إن تم القبض على شخص تالت على أساس إن هو شريكهم، وده نفس تاجر المخدرات اللي نشر صورته أليكس قبل ما يمشي من المكان. لكن أليكس مش بيصدق إن كيرا ماتت، وبيقول إن هي أكيد لسه عايشة، ولو عايشة هتسيب له إشارة في الموقع بتاعها. ولما بيجي عشان يدخل الموقع بتاعها بيكتشف إن النت اتفصل عن الجهاز بتاعه، والشرطة جت عشان تاخده وبيحبسوه في السجن لمدة 2 كاملين. في الأول ما كانش متعايش أو متقبل فكرة إن كيرا ماتت، لكن بعد فترة بيبدأ يتعايش مع حياته الجديدة، وإنه خلاص مش هيطلع من السجن ده، وده بسبب إن هو بيستخدم هوية مزيفة. وبعد 2 كاملين من الحبس بيطلع أخيرا وبيشوف كيرا وهي مستنياه، فبيستغرب وبيسألها هي بتعمل إيه هنا. وهنا بنعرف إن كيرا طول الفترة اللي فاتت كانت شغالة مع ال FBI عشان توقع زد، ومهمتها إن هي كانت تتقرب من أليكس لأنهم كانوا متوقعين إن هو هيمشي في الطريق ده لحد ما يوصل ويقابل زد. الشخص اللي بيكون عامل الصفقة دي مع كيرا هو نفس الشخص اللي شفناه في البنك بيتكلم مع أليكس وقال له إنه مش من الشرطة، لكن طلع بيكذب عليه وهو تبع ال FBI وسابه عشان يوصل لزد. وبعد كده بتقول له جه الوقت إنهم يرجعوا لبيتهم، فبيقول لها للأسف إن هو مش هيقدر يرجع لأن الهوية اللي معاه هوية مزورة. لكن هي بتقول له إن جه الوقت اللي هو يستخدم هويته الحقيقية، تديله الباسبور بتاعه اللي هيقدر يسافر بيه. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيلمنا، فما تنساش بقى اللايك الجميل واشترك في القناة عشان في عظمة هتنزل يوميا. ولو في فيلم عايزنا نلخصهولك اكتب لي اسمه تحت في التعليقات، وسلام.